مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر. وزارة الداخلية تتخذ هذا القرار الذي سيفرح جميع المغاربة، لكن قبل الدخول في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد عن أخبار المغرب. والآن إلى التفاصيل. معطيات جديدة كشفتها وزارة الداخلية حول المراقبة الأمنية بالشوارع والفضاءات العمومية لتعزيز الأمن ومحاربة الجريمة. جاء ذلك ضمن جواب قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت على السؤال كتابي للمستشار البرلماني عبد القادر الكحل عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وقال الفتيت: تعمل وزارة الداخلية بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عملات وأقاليم المملكة في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات. أشار وزير الداخلية إلى الأهمية التي تلعبها كاميرات المراقبة في مجال الحفاظ على الأمن العام من خلال ضمان سرعة الاستجابة للمصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام، وفي مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية. في السياق ذاته تطرق وزير الداخلية إلى حصيلة المشاريع المتعلقة بتثبيت أنظمة المراقبة التي أنجزتها الوزارة. وفي هذا الصدد كشف الفتيت أن الوزارة قامت بإنجاز 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بكل من عمالات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة والخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان، بالإضافة إلى 17 مشروعا لا يزال في طور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليم. ونبه وزير الداخلية إلى أن التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع لا تسمح على المدى القريب بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسية بالمملكة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.